اهلا بيكم في قناة شيف افلام، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على كل الناس. وفي حلقة النهاردة هقول لكم على شوية اشاعات وتقارير جديدة مهمة بتتكلم عن احداث هنشوفها تحصل في فيلم ديدبول وولفرين، وهي ان ديدبول هيواجه فريق الاليموناتي الجديد في كون 838. وعشان تعرفوا كل حاجة يبقى الاول ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة اللي لسه مش مشترك عشان دعمكم بيفرق معايا، ويلا بينا. اول حاجه كده، التسريبات دي لو صحت يبقى الكلام اللي هيتقال تحذير بالحرق عشان تكونوا عارفين. وتعال احكي لكم على قصه عوده الاليموناتي في فيلم ديدبول 3 او ديدبول وولفرين، لاننا طبعا عارفين انهم اتقتلوا على ايد سكارلت ويتش واللي كانت تتحكم في نسخه واندا. فيقال ان نسخه واندا من كون 838 بعد ما سكارلت ويتش خرجت منها عقلها يتجن وهتعمل تغيير لشكل الكون كله، حاجه كده شبيهه باحداث كوميك هاوس اوف ام. واللي هيشجعها ويساعدها على كده هو ماجنيتو، واللي هنعرف ان ابوها. ولو مستغرب، ففريق الاليموناتي كان فيه تشارلز اكزيفير ممثل عن الاكس مين، وده معناه ان ماجنيتو موجود في الكون فعلا. وبما انه موجود فواندا هتكون بنته، ودي حاجه موجوده في الكوميك ان واندا بنت ماجنيتو، وماجنيتو هنا هيكون هو قائد فريق الاليموناتي الجديد. لان تشارلز اكزيفير بروفيسور اكس مات، فيعني الجو هيخلق بماجنيتو انه يعمل اللي عايزه، وعشان كده هيأثر على واندا في هيمنه المتحولين على البشر ويمكن الكون كله. ويقال اننا هنشوف في باقي الفريق سو ستورم زوجة مستر فانتاستيك. فلو ناسي، فمستر فانتاستيك لما واجه سكارلت ويتش كان بيقول لها انا عندي اطفال، فهي سالته وامهم عايشه، فلما قال لها ردت عليه بكويس عشان تربيهم. فاذا منطقيا ان سو ستورم تكون موجوده بعد موت مستر فانتاستيك، لكن ما فيش تاكيد على مين هيلعب دورها. بس اكيد مش هتكون الممثله فانيسا كيربي عشان ما يحرقوش ظهورها المنتظر في فيلم فانتاستيك فور الجديد. وممكن نشوف في وجهه نظري الممثله ايميلي بلونت كدور شرفي ليها، زي ما جون كارنشيسكي عمل مستر فانتاستيك، ودي حاجه الفانز كانوا عايزين يشوفوها. او ممكن نشوف عودة الممثلة جيسيكا بيل في الدور زي ما شفناها زمان. اما باقي الفريق فهنشوف فيه دير ديفل نسخة بين افليك. ولو ما تعرفش او ناسي، فبين افليك مثل دير ديفل قبل كده في فيلم، وهيبقى معاه الكترا من تمثيل الممثلة جينيفر جارنر. ويبقى كده معانا ماجنيتو وسوي ستورم ودير ديفل والكترا. وممكن نشوف عودة موردو كسورسر سوبريم او الساحر الاعظم، لانه ما كانش مات في احداث فيلم دكتور سترينج مالتيفيرس اوف مادنس. وبسبب اللي بيحصل في كون 838 التي في اي هيبعتوا ديدبول ومعاه وولفرين عشان يحاولوا يسيطروا على اللي بيحصل ويوقفوا فريق الاليموناتي الجديد. ودي هي مهمة التي في اي، انهم يسيطروا على الاكوان اللي حاصل ليها مشاكل داخلية وبتهدد الكون كله، او ممكن بتهدد بتصادم اكوان مع اكوان تانية. عشان مش هيبقى كون 838 بس اللي هنشوف فيه مشاكل، لكن هيكون في اكوان وعوالم تانية فيها مشاكل. ومن هنا ديدبول قال ان هو منقذ عالم مارفل، لان هتكون مهمته يرجع النظام في الاكوان اللي فيها مشاكل. ومن التسريبات كمان ان ديدبول لما يفهم كل حاجه بتحصل في العوالم الموازيه هيرجع لفتره افلام اكس مين 2 واكس مين 3 عشان ينقذ اعضاء فريق الاكس مين القديم من الموت، واللي كنا شفنا انهم ماتوا بسبب جين جراي. وطبعا وبسبب انه هيلعب في تغيير الزمن لحاجه كانت حصلت، هيحصل ان تي في اي هتطرده. وكمان يقال ان فريق الاليموناتي الجديد مش هيكونوا ماتوا، او الموجودين منهم هيقدروا يسرقوا جهاز تي في اي اللي بيتنقل بالزمن لاي مكان، وهيجمعوا نفسهم ويطاردوا ديدبول وولفرين. وهنشوف معارك كبيره بين جميع الاطراف اللي هم التي في اي والاليموناتي وديدبول وولفرين. وكل ده هيكون طبعا في منطقه الفراغ الزمني. ومتوقع نشوف عوده فريق الاكس مين القديم في نفس الفايت عشان نشوف سايكلوبس وستورم وجين جراي. بس ما فيش كلام عن بروفيسور اكس اذا كان هيكون موجود او ايه لسه. وعامه الاشاعات دي لو صحت فده كله جزء من الفيلم، لان لسه في فيلن اساسي اللي هي كاساندرا نوفا، التوأم الشرير لتشارلز اكزيفير بروفيسور اكس، واللي لحد دلوقتي في تكتم كبير عن دورها في الفيلم هيكون ايه ومدى خطورتها هيكون عامل ازاي. لكن توقعي انها بشكل ما انها هتكون خطر على المالتي فيرس كله، وديدبول وولفرين هيحاولوا يوقفوها. ويقال ان على اخر الفيلم هنشوف اكوان كتير بتتصادم او فيها مشاكل، وخطه التي في اي بتفشل في حمايه العوالم من الانهيار او الدمار. وبسبب وجود خطر كبير يهدد المالتي فيرس هنشوف التي في اي يجمعوا ابطال مارفل من كل الاكوان ويحطوهم في عالم الفراغ الزمني عشان يعملوا حاجه شبيهه بالباتل وورلد او حرب العوالم. لكن هيكونوا الابطال متحدين عشان كانج او فيلن تاني زي دكتور دوم مش واضح لسه. لكن المؤكد ان احداث نهايه فيلم ديدبول وولفرين هتكون هي المدخل الرئيسي لفيلم افنجرز سيكريت وورز، واللي مارفل فعلا حطت صوره من مجله الكوميك الخاصه بسيكريت وورز جوه اعلان الفيلم، وده تمهيدا للي جاي. وبس كده، دي هتكون نهايه الفيديو، واللي اتمنى انه يعجبكم، وهستنى اعرف رايكم وتوقعاتكم ايه عنه، وشايفين فعلا ممكن تكون التسريبات دي صح ونشوف فعلا مواجهه بين ديدبول والالومناتي ولا ايه. وطبعا ما تنسوش
تنسوش اللايك والاشتراك في القناة للي لسه مش مشترك، وهستنى رأيكم في التعليقات. سلام.